وغادي نحتاجو على بركة الله ل4 ديال الحبات ديال البيض. الحجم ديالهم متوسط وضروري ما يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. شوية ديال الملح باش نعدلو الذوق، وغادي نضيف 2 ديال الساشيات ديال الفاني، كل وحده فيها 7 غرام، المجموع هو 14 غرام. وغادي نضيف واحد الساشي ديال الفلون بنكهة الكراميل، الحجم ديالو كبير، مع واحد القابصه ديال الفلون كما كتشوفوا معايا اللي كتكون بلا سكر، يعني الحجم الصغير. وغادي نضيف ما يعادل 2 كيسان ديال السكر، كما كتشوفوا معايا ما يكونوش عامرين بزاف. وغادي نضيف ما يعادل 2 كيسان ديال الزيت. غادي نضيف الكأس الاول وغادي نخلط، ومن بعد غادي نضيف الكأس الثاني. وضروري ما تخلطوا مزيان من بعد ما تضيفوا الزيت باش ما تجيكمش يعني العجينه مزيته. وعندي هنايا 2 كيسان ديال الكوك، كما كتشوفوا معايا نوعيه جيده. حمرته عفوا وخليته حتى برد وضفته. وهنا عندي 2 كيسان ايضا من اللوز، حمرته به بالقشره ديالو ومن بعد هرمشته مزيان. من بعد غادي نبدا كنجمع المكونات بالدقيق الابيض اللي هو الفرينه، بطبيعه الحال راها مغربله من قبل، وانا دائما كنستعمل نوعيه جيده. بالنسبه للخماره فاستعملت 4 ديال الساشيات، كل وحده فيها 7 غرام، يعني المجموع هو 28 غرام. وكنكمل اخواتي بنفس الطريقه، كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه تنتحصل على هذا العجين اللي كيكون كيتلصق في اليدين، كيجي معلك. صدقوني هاد الغريبيه من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. وبالنسبه للتزيين عندي بياض بيضه، وهنا عندي الكوك مخلط مع اللوز. بالنسبه للوز من بعد ما سلقته ونشفته مزيان، يعني حيدت له القشره ديالو، ومن بعد يعني هرمشته مليح كما كتشوفوا معايا، ومن بعد كنغربلو. ونبقى كنكور كما كتشوفوا معايا، كنحط في بياض البيض وكنحط في داك الخليط ما بين اللوز والكوك صافي، وكنستمر بنفس الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي.
وفي الاخير اخواتي كنزين بحبه ديال اللوز في الوسط، من بعد ما كنغمسها هكذا في بياض البيض باش من بعد الطياب يعني ما كتحيدش من بلاصتها، كتشد بلاصتها مزيان. بالنسبة للطريقة ديال الطياب غادي نسخنوا الفران مزيان على 230 درجة عفوا، تقريبا واحد المدة ديال 10 ديال الدقائق قبل ما ندخلوا المعلكة طيب. صافي اون فوا ندخلوها للفران كنقصوا الاقل درجة في النار اللي كتكون من الفوق، صافي ونطفي لها النار اللي كتكون من التحت، نخليها تشقق على خاطرها والصينيه كتكون بعيده على النار اللي كتكون من الفوق. من بعد ما تشقق وتاخذ واحد اللون كنشعل لها من التحت تكمل الطياب ديالها. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبيه من بعد ما خرجتها من الفران وخليتها بردت على خاطرها.